قضية تاع اليوم هي قصة حقيقية اللي وقعات ما بين مغربية وسعودي. بنت مغربية سميتها عيشة اللي كبرات في أفقر الأحياء الشعبية في المغرب. هاد البنت ما عندهاش باها يتيمة. كيفاش هاد البنت هاجي الفقيرة واليتيمة قدرات أنها تزوج بواحد السعودي اللي من الطبقة البرجوازية وتبدل حياتها، ولكن النهاية تاع هاد القصة هادي كانت صادمة. القضيه تاع اليوم غتعلمنا بزاف د الحوايج وغادي نعرفوا بان الفقر والغنى ما كيتلاقاوش. خوتي خواتاتي كي دايرين بخير؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اللي باقي ما اشترك دابا ويفعل الجرس. اللي كيعجبو هذا النوع د المحتوى يخلي لايك، يدعمنا بلي كومونتير تاعو لي بارطاج. صراحه هذا النوع د المحتوى كياخذ لنا جهد ووقت كبير باش نقدروا نصيبوا لكم شي قصه في المونتاج في الكتابه. هادشي علاش التعاليق تاعكم ولا لايك تاعكم تيحفزونا. ويلا نبداو القضيه. القضيه تاع اليوم غادي نبداوها من مدينه الدار البيضاء وغادي نمشيو عند واحد العائله اللي مكونه من 7 الناس، مكونه من البات ولم وخمسه تاع البنات والدراري. البات تاع هاد العائله كان واحد السيد اللي طالب معاشو، واحد السيد اللي خدام على قد الحال، كيخرج مع الصباح بالبيكره تاعو كيمشي كيخدم على راسو، في العشيه كيرجع كيجيب لوليداتو داك الفلوس داك طرف الخبز، وهكا غادي الحياه معاه. ولكن هاد الباس داير الدور تاعو، كان مهلي في ولادو وبناتو ومرتو. الفلوس اللي جاب من الخدمه كيجيبهم للدار كيشري لهم داكشي اللي خاصهم، وكان مهلي فيهم على قد جيبو. غادي دوز هكا الايام والشهور والسنين وغادي يمشيو حتى لواحد الصباح فاش هاد البوات هذا غادي يخرج للخدمه تاعو بالبيكالا مع الصباح بكري. مشى للخدمه تاعو ما كاملاش واحد الساعه حتى مراتو كتسمع الدقان بالجهد في الباب. الدقان اللي كان في الباب كان مجهد بزاف لدرجه ان السيده خرجت كتجري تشوف اش واقع. مع غادي تخرج غادي يبانوا ليها بلي كاين واحد جوج تاع الرجال غادي يقول لها شوفي راجلك راه كان خارج في البيكالا للخدمه وخرجت واحد الطوموبيله وضرباتو، ودابا الحاله تاعو راه خطيره وراه جات لومبيلونس وداوه للسبيطار. الطوموبيله اللي ضرباتو ما وقفاتش هربات، والبوليس دخلوا باش يحلوا هاد القضيه ويعرفوا شكون هو هذا اللي ضرب هاد السيد هذا، ولكن ما قدروا يوصلوا حتى لشي حاجه. السيد من بعد ما دخل للسبيطار غادي يلقاو بان الحاله تاعو خطيره بزاف، حيت السيد تهرس من العمود الفقري ودابا ما عمرو ما باقي غادي يقدر يخدم. غيدوز شهور كثيره في السبيطار، وفاش غادي يرجع للدار ما غيدوش بزاف، من بعد واحد المده قليله غادي يموت. هنا باش هاد العائلات غادي تشرد وما غتلقى ما تاكل، حيت مرتو ما قدراش انها تخرج وتخدم وتواجه المجتمع. مرتو كانت كتعرف غير الدار وتطيب الماكله، كانت داير ليها الخمار وتخيلوا معايا حتى الحمام كان كيجي ليها، وفاش كتخرج كيرجع للدار. هنا فاش بنتها الكبيره عيشه هي اللي غتخرج تقلب على شي خدمه باش تصرف على امها وعلى خوتها الربعه. فهاد الوقيته عيشه كان عندها 18 عام، غتخرج من المدرسه وغتبدا كدور كتقلب على شي خدمه، غتبقى مده طويله وهي كتقلب ما غتلقى حتى شي خدمه. هاد العائله هادي كانوا كارين واحد الابارتمان في واحد الحي الشعبي. السيده اللي كانوا كارين عندها الابارتمان كانت عندها واحد الدار. هاد السيده هادي غتشوفهم باللي شهرين الاخرى ما خلصوهاش الكرا، غتعرف بلي الحاله تاعهم صعيبه بزاف. غتمشي عندهم وغدوي معاهم وغتقول لهم باللي بنتك عيشه دابا تخدم، انا راه كنعرف واحد السيده كتخدم في الميناج، غنمشي ندوي لك معاها وحتى هي غتولي كتخدم معاها في الميناج. واه خدي جاني الصاد نحيد هاد التشكيطه. داكشي اللي غادي يوقع. هاد مرات الدار هادي غنمشي عند ديك السيده اللي كدير الميناج وغدوي معاها وغتقول لها باللي كاينه واحد البنت راه كتقلب على خدمه با يلاه مات مؤخرا. هاد السيده اللي كدير الميناج غتقول لها مرحبا راه كاينه واحد البلاصه تجي عندي. فهاد الوقيته عيشه غتولي الخدمه تاعها هي الميناج، غتولي كتفيق مع الصباح كتفطر كتمشي عند هاد السيده هادي كيديروا الميناج، مره في فيلا مره في شي دار. المهم كل مره كانوا كيمشيو لبلاصه كتجيب ديك البركه تاع الفلوس وكتعطيها لامها. بطبيعه الحال الفلوس اللي كانت كتقبض كانت قليله بزاف، يلاه تيكدوهم انهم يخلصوا الكرا ويعيشوا بهم. الكرا اللي كانوا كيخلصوا في هذا البارتمان كان قليل بزاف، حيت باهم الله يرحمه كان قابضها سنين طويله، هذه قابضها من الثمانينات، يعني كيخلصوا واحد البركه في الكرا، وديك البركه الاخرى اللي كتبقى لهم كيعيشوا بها وكياكلوا بها. غدوز تقريبا واحد العام وعيشه خدامه تدير الميناج، حتى واحد النهار ما غتعطيها واحد الفكره اللي كانت زوينه. غتقول لها بنت خالتك اللي كاينه في مدينه اكادير عرفتيها؟ غتقول لها عرفتها. غتقول لها كتشوفي باللي هاد البنت خالتك هاجي هي مؤخرا مات لها راجلها وعندها بنيه صغيره وهي خدامه، كتمشي للخدمه ما كتجي حتى الليل، مالك كتمشي عندها لمدينه اكادير دير ليها الميناج تقابل ليها الدار وتقابل ليها بنتها الصغيره، وفي نفس الوقت هي راه غتقلب لك على شي خدمه منها غادي تقابل ليها الدار وتخدمي. داكشي اللي غادي يوقع من بعد واحد المده قليله ايام قليله ما غدور هاد بنت خالتها هادي غادي تدوي معاها،
غتطرح عليها هاد الفكره، غتقول لها بلي حنا راه مكرفسين وما عندناش الفلوس، وبنتي عيشه راه خدامه غير في الميناج، مالا ما تجي عندك تقابل لك الدار تقابل لك البنيه ومنها تدبر لي على شي خدمه. هاد بنت خالتها باش غتسمع هادشي غادي تفرح، حيت بنت خالتها كانت واحد السيده اللي لبس عليها خدامه لاباس عليها الفلوس كاينه، يعني مزيانه تعاونت مع في عيشه وجابتها عندها الاكاجير ودبرات لها على شي خدمه، وفي نفس الوقت تونسها وتقابليها الدار. داكشي اللي غادي يوقع، غادي تجمع حويجه وغادي تسافر لمدينه اكاجير، غتمشي عند هاد السيده هادي غدوز معاها واحد الشهر. هاد الوقيته كانت تخدم لها في الدار، كتجي لها على ميناج كتعاونها كتونسها، كتقابل ليها البنيه الصغيره تاعها، والسيده كتمشي للخدمه وكتجي، ولكن كانت موعده بانها غتلقى ليها شي خدمه. وداكشي اللي غتوقع كانت على قد كلمتها، غتمشي عند واحد السيد اللي كان صاحب راجلها. هاد السيد كان مدير تاع واحد الشركه تاع الحوت في مدينه اكاجير، غدوي معاه وغتشرح ليه الوضع تاع عيشه، غتقول ليه بلي واحد السيده كتجيني من العائله جات من الدار البيضاء، يلاه مات لها مؤخرا باها وعندها بزاف تاع خوتها وعندها ما، خاصها ضروري انها تخدم باش تصرف عليهم. هاد المدير تاع شركه الحوت مع سمع هاد الشيء غتبقى فيه هاد السيده هاجي عيشه، غادي تقول لها قول لها تجي مرحبا، وغادي نعطيها واحد الصارلي اللي ما كتقبضو حتى شي وحده هنا باش تبدا الخدمه في هاد الشركه تاع الحوت. دابا ولات عندها الخدمه مدوبله، خاصها تقابل الدار عاد باش تمشي تخدم في شركه الحوت. كانت كتفيق مع الصباح بكري بكري بزاف، كتجيب الفطور كتقاد الدار عاد باش كتمشي للخدمه، كترجع مع 12 كتعاود ثاني تقاد الغداء، كتعاود تجمع الدار اللي كان تجمع شي حاجه وكترجع للخدمه، ومع 6 عاوتاني كتجي، يعني كانت عندها خدمه مدوبله وما كانش كترتاح. عيشه غتخدم الشهر الاول وغادي يخلصوها، وتقريبا الفلوس كامل اللي قبضات صيفطاتهم من امها، خلاتي واحد البركه صغيره هي واحد البادجي تاعها باش تمشي للحمام وتقضي دوك الاغراض الساهلين، والفلوس الاخرين صيفطاتهم من امها وخوتها. عدو الشهر الاول الشهر الثاني عيشه كانت فرحانه في حياتها، مفاهمه مع هاد السيده هادي اللي وقفت معاها، يعني هاد السيده دخلت عليها بالخير، ما عمرها ما شات فيها شي حاجه خايبه، يعني مفاهمين وعايشين. المشكل الوحيد اللي غادي يوقع دابا هو مع امها. عيشه كانت الفلوس اللي قبضت من الخدمه كتصيفطها لامها، ولكن بعد واحد المده قليله ما كاملاش الشهر، تدوزي واحد 20 يوم امها كتعاود تصيفط لها وكتقول لها باللي خاصني الفلوس. هنا باش عيشه ما غتفهم حتى شي حاجه، كتقول واه فاش كنت خدامه غير في ميناج وكنقبضي واحد الصالير اللي قليل من دابا، كانوا الفلوس كيقدونا، ودابا باش كنصيفط ليها فلوس اكثر ما كيقدوهاش، ما فهمتش علاش، واش ما كتخبي الفلوس اولا كتجيب لهم شي حاجه اخرى. هذا مشكل غادي يبدا كيتكرر كل شهر. وقت ما عيشه كانت صيفطات ليها الفلوس، من بعد واحد 20 يوم ما كتصيفط ليها وكتقول لها بلي الفلوس لا صايروا ليا ما عندنا باش نعيشوا، صيفطي لينا. الحاجه اللي غادي دير دابا عيشه هي خاصها تواصل مع اختها اللي كان صغر منها، كان سميتها السعديه، غتبقى مده طويله حتى غتقدر انها تدور ليها وتدوي معاها. والحاجه اللي غادي تسولها هي اش واقع في الدار، واش الوالده كتصرف عليكم او لا. هنا باش تبدا كتشكي عليها وغتقول لها بلي الوالده راه ولات سقرامه بزاف، ما كتعطينا حتى شي حاجه، الحاجه اللي كتجير هي كطيب لنا الماكله. باش كنمشيو عندها كنبغيو نقولوا لها راه خاصنا شي كتاب او لا خاصنا شي حاجه، ما كتبغيش نهائيا تعطينا الفلوس. السعديه قالت ليها بلي السيده اللي كاينه اليوم هي اللي واقفه معاهم، كما كانت هي كون راه كاع ما تيقراو دابا، هي اللي كتشري لهم المكتوبه، هي اللي كتشري لهم داكشي اللي خاصهم، وهو اللي كتعطيهم مره الفلوس. هنا بطبيعه الحال غادي يطلع ليها الدم، غادي تدور لما وغتقول لها علاش ما كتصرفيش على خوتي، اش واقع، علاش ما كتعطيهمش الفلوس باش يشريو كتوبه ويقراو. ما غتقول لها شوفي حنا كنا دزنا من الازمه وضروري ما نجمع الفلوس دوير الزمان، ضروري ما نبدا نجمع كل شهر واحد شويه الفلوس باش لو وقع لنا شي مشكل نلقاو بعدا الفلوس عندنا. غادي يمشيو حتى ل 2002، في هاد الوقيته عيشه كان عندها 20 عام، كانت باقا خدامه في اكاتير وباقا كتصيفط لما الفلوس. في واحد الحد في العشيه فاش كانت عيشه ما خداماش وكانت سالات الشغل تاع الدار، غتخرج هي والسيده اللي جالسه عندها وبنتها، غادي يخرجوا كيدوروا في اكادير جهه لاكوت جهه البحر، تيدوروا ما بيهم ما عليهم، حتى غادي يوقف عليهم بواحد السيد واحد الطوموبيله اللي تتبان غاليه بزاف. هاد السيد غادي يهبط الشرجم وغادي يسولهم، والهضره تاعو كانت باينه بانها ماشي هضره مغربيه، كيهضر باللكنه السعوديه. هاد السعودي غادي يسولهم على واحد القهوه، غادي يقول لهم واحد السميه تاع القهوه وغادي يقول لهم عافاكم هاد القهوه فين كاينه. عيشه غتنعت ليه القهوه فين كاينه، غادي يطلع الدجاج ويمشي في حاله، ولكن غادي تفاجئوا بان هاد السيد هذا من بعد واحد المده قليله غادي يعاود ثاني يرجع عنده. هاد السعودي غادي يحط طوموبيل وغادي يمشي عندهم على رجليه، غادي يوقف غادي يسلم عليهم وغادي يدوي مع عيشه وغادي يقول لها شوفي غنجيك الصراحه من الاخر،
راكي عجبتيني وراه بغيتك المعقول. عيشه مع سمعت بان هاد السعودي قال لها اعطيني النمره وهادي غادي تحشم ما غتقدرش تدوي معاه، ولكن السيده اللي كانت حداه السيده اللي كانت ساكنه عندها هي اللي غادي تزعمها وغتقول لها دوي معاه واعطيه النمره. داكشي اللي غادي يوقع، عيشه غتعطيه النمره. هاد السعودي غادي نقول لكم بلي العمر تاعو كان فيه 52 عام، يعني كيبان بلي واحد السيد اللي كبير ماشي شي واحد اللي باقي بروش. قبض النمره قيدها وقال لها دابا ندور لك. فالسعودي مشى في حاله، غادي يبداو كيدوروا في لاكوط بجوجهم وغادي يجبدوا الموضوع نيت تاع هاد السعودي. السيده اللي كانت غادا معاه غتقول لها شوفي هاد السيد اللي وقف عليك هاد السعودي راه همزه، كيبان بانه لاباس عليه، هي الطوموبيل اللي ركب عليها راه تساوي اكثر من 100 مليون. هذا خاصك ضروري تعرفي معاه وتخرجي معاه، راه هو اللي غادي يخرجك من هذا الفقر اللي عايشه فيه دابا. طبيعه الحال صافي الدريه دارت الامان في هذا السعودي، غتبقى كل نهار كتسنى انه يدور ليها، كتسنى يوميا، كتمشي للخدمه وكتبقى كتفكر فيه. غدوز تقريبا واحد المده تاع 10 ايام حتى لواحد النهار التليفون تاعها غادي يصوني من واحد النمره اللي ماشي مغربيه. غادي يدوي معاها وغادي تقول لها بلي انا هو داك السعودي اللي وقفت عليك شيط البحر. غادي تقول لها بلي دابا انا رجعت السعوديه وراه دورت لك وباغي المعقول، ما باغيش نتفلى نهائيا. داكشي اللي غادي يوقع، غادي تعرفوا على بيناتهم وغادي يبقاو ديما كيدويو. هاد السعودي قال لها بلي العمر تاعي 54 عام وسميتي سلمان، الشيخ سلمان. غادي يبقاو كيدويو نهار مورا نهار، يوميا كيدويو ابيل. من بعد هاد السعودي سلمان غادي يطلب من عيشه انها تعاود تمشي للسيبر، تعاود تمشي دير الكاميرا ودو ابل فيديو. واخا كان الفرق تاع العمر بيناتهم 34 عام غادي يتفاهموا وغادي يبقاو كل نهار كيدويو. وعيشه كانت تاخذ في هذا السيد وعجبها بزاف، ولات ديما كتقول ليه امتى غتهبط للمغرب. فهاد الوقيته سلمان كان صالح عيشه وقال لها داكشي اللي كان، قال لها شوفي انا راه مجوج ولكن مرتي اللي مجوج بها دابا عاقره ما كتولدش، الا كنتي موافقه بهذا الشيء راه غتكوني انت هي المره الثانيه تاعي، غادي نعيشك بوحدك وداكشي اللي كنعطي المره الاولى تاعي غنعطيها لك انت، يعني ما عندك مناش تخافي. فهاد الوقيته كانت عيشه عاودت ليه على كاع الظروف اللي عايشاها مع امها وبلي باها مات وبلي كتصرف على خوتها. هنا عاد سلمان غادي يقول لها شوفي الا تزوجتي بيا راه انا غادي نصرف على العائله تاعك وغادي يولي كل شهر كنصيفط لهم ماندا اللي غادي تقدوم وتعيشوا باحسن الظروف. طبيعه الحال هادشي اللي عطاها سلمان كان مغري بزاف. عيشه فسمعت بلي كاع هادشي غادي يوقع عليها في حياتها، يعني حياتها غادي تبدل، غادي يوليو عائلتها عايشين بوحدهم، ما غتبقاش كضرب ثمنها، غادي توافق وغتبقى ديما كتقول ليه امتى غادي تجي للمغرب. غدوز واحد الوقيته قليله على هادشي حتى لواحد النهار سلمان غيدور لها وغادي يقول لها صافي راه قريب غادي نهبط للمغرب. عيشه فاش سمعت هادشي كانت فرحانه بزاف، ولكن حتى هاد الوقيته هادي كانت باقا ما قالت لما بلي راه تعرفات على واحد السعودي. غير قال لها بلي غادي نجي. ديك الساعه دورت لما وعاودت لما كلشي من الاول حتى للاخر، قالت لها بلي راه تعرفت على واحد السعودي وراه قريب غادي يهبط للمغرب وراه غادي نتزوج به. ما فاش سمعت هادشي غادي يطلع ليها الدم وغتعصب وغتقول ليها ما عندك ما ديري به. ولكن فاش عيشه غتشرح ليها مزيان هادشي اللي وقع معاه وغتقول لها بلي السيد راه لاباس عليه وراه غادي يولي كيصيفط لك الفلوس ولا كيصرف علينا، في الاخر ما غتوافق وغتقول لها صافي قول ليه يجي. عيشه بعد ما تفاهمت مع ما غطول السعودي سلمان وغتقول ليه شوف امي راه وافقات ولكن راه كاين واحد المشكل، بديت تجي عندي للمغرب وتزوج بيا راه خاص تصيفط ليا شي فلوس باش نصلح الدار ونفرشها، حيت الدار فين ساكن واحد الدار اللي حالتها حاله والفراش ما عندناش. سلمان غادي يقول لها ما كاينش مشكل، الفلوس اللي بيتيهم نصيفطهم لك. غادي يصيفط لها واحد الكميه تاع الفلوس اللي كانت كبيره بزاف، واحد الكميه اللي كانت اكثر من داكشي اللي خاصها. الفلوس وصلوها غترجع بحالها للدار البيضاء، يعني غتخلي خدمتها في اكادير، غتخلي السيده اللي كانت معاها وغترجع للدار البيضاء باش تقاد الدار تاعها. داكشي اللي غادي يوقع، الفلوس كانوا كدينا غادي تعاود الدار كلها من الصباغه من الشليج تعاودها من الاول حتى الاخر، وحتى الفراش شريتو كله جديد. من بعد ما قدات الامور تاعها فهاد الوقيته ما كانت فرحانه بزاف، فرحانه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، وكتقول ليها امتى غادي يجي هاد السعودي نشوفوه. عيشه غتدور ليه وغتقول ليه بلي صافي اموري انا راه كديتها ما عليك انت غير تهبط للمغرب. ولكن غتسول واحد الحاجه، غتقول ليه واش مرتك واش موافقه على هاد الزواج؟ غتقول ليه مرتي موافقه، قلت لك اصلا بلي مرتي راه ما كتولدش يعني عاقره، يعني موافقه انني نجي المره الثانيه
ونولد معاها. داكشي اللي غادي يوقع، الشيخ سلمان غادي يهبط للمغرب، غادي يمشي ديريكت للدار تاع عائشه، غادي يخطبها ومن بعد غادي يتزوج بها. غادي يدير واحد الحفله اللي كانت كبيره في واحد القاعه، حفله اللي خسر فيها فلوس كثيره، حفله اللي عيشه والعائله تاعها كانوا مصومين فاش شافوها. وبطبيعه الحال كاع هادشي هذا كامل وما خسروا منه حتى شي حاجه، وعطى الكادويات لما وكاع لخوتها وخواتاتها. من بعد هادشي غادي يدوز مع شهر العسل، غادي يبقى تقريبا شهر في المغرب، غادي يتساراو المغرب كامل. فهاد الوقيته عيشه كانت مرتاحه وفرحانه مع هاد السيد، واخا كان كبر منها ب 34 عام، كانت عايشه معاه السعاده وكانت فرحانه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، حيت تقول اخيرا خرجت من ديك الحاله اللي كنت عايشه فيها، كنضرب تماره والفلوس كاملين اللي جمعت اللي قبضت كنخسرهم على خوتي والوالده. قبل ما غادي يمشي في حاله غادي يكري لها واحد البارتما في السونتر فيل في مدينه الدار البيضاء، وغادي يقول لها انت هنا فين غتسكني وخلي العائله تاعك ساكنين في ديك الدار. السعودي تاعنا الشيخ سلمان غادي يولي كل نهار كيدور العيشه، كيسول عليها، كيسول الاحوال تاعها، وغادي الايام بحال هكا. كان كل شهر كيصيفط لها الفلوس اللي كيصيفط لها كتخلص هي الكرا تاع البارتما تاعها والكرا تاع البارتما تاع امها، عا باش يصرف على امها وخوتها وكيصرف عليها هي، يعني كاع داكشي اللي خاصها من حوايج وماكله كيصيفط لها الفلوس باش تشريه، كيصيفط لها كل شهر فلوس كثيره. وبطبيعه الحال في هذه الوقيته كانوا عايشين فرحانين ومهنيين. عيشه ما كانش ساكنه بوحدها في ديك البارتما، كانت جابت اختها اللي صغيره منها السعجيه مونساها في الدار. واخا في هاد الوقيته كانوا خرجوا من الحاله تاع الفقر ولاو عايشين بحالهم بحال الموظفين. ما في هاد الوقيته كانت باقا عايشه داك التسقريم، باقا تتسقرم عليها، وقالت لها شوفي غادي تخرجي من ديك البارتمان اللي كايرين لك راجلك وغادي تجي تسكني معانا، ودوك الفلوس اللي بغيت تخلصي بهم البارتمان عطيهم ليا. غتبدا ما كتدخلها في حياتها وكتجبد ليها الصداع، ولكن عيشه غتحاول انها دير واحد الحد بينها وبين ما وما تخليهاش تدخلها في حياتها. واخا كاع هاد المشاكل اللي كانوا عايشين، عيشه ما فرطتش في خوتها، كانوا تقريبا كيجيو عندها نهاريا نهار لا البارتمان تاعها، كتصرف عليهم، كتعطيهم الفلوس واي حاجه خاصهم كتشريها لهم. فهاد الوقيته عيشه كانت كل نهار كطلب الله حيت سهل عليها ولات عايشه هذه الحياه اللي ما عمرها ما حلمت بها. قبل كانت عايشه مكرفصه، يعني كانت تضرب ثمن النهار كامل وما كانتش كتنعس بكري، ما تاكلش مزيان، والفلوس كاملين اللي كانت كتجمع كتصيفطوا من امها. دابا الحمد لله ما بقات تضرب لا تماره لا حتى شي حاجه، اي حاجه باغا كتشريها والفلوس كاينه. غادي تبقى تقريبا على هذه الحاله لمده تاع عام ونص، واخيرا عيشه غادي يخرجوا ليها وريقاتها وغادي تركب في الطياره وغادي تمشي عند راجلها السعوديه. الشيخ سلمان غادي تلقى مرته في المطار وكان فرحان بزاف، غادي يديها لواحد الفيلا اللي كانت صغيره، قال لها بلي هذه هي الدار تاعك، هنا فين غادي تعيشي بوحدك، وراه كاينين جوج تاع الخدامات. السيد كان لاباس عليه بزاف وكان عايش في واحد المستوى اللي عالي، وكان من الناس الاغنياء تاع ديك المنطقه. بطبيعه الحال عيشه ما عمرها ما تخيلات انها تقدر تعيش هذه العيشه، ما عمرها ما تخيلات انها تقدر. كاينين الخدامات خدامين عليها، هي كتاكل وكتشرب ومرتاحه. في هذه الوقيته غادي يوقعوا شي مشاكل صغار بيناتهم، حيت السيد الشيخ سلمان ما غاديش يعرف عيشه على العائله تاعو، ما داها لا تشوف مو لا خوتو لا خواتاتو، يعني عيشه غادي تقلق واحد شويه وغادي تقول ليه علاش ما عرفتينيش على العائله تاعك. هنا الشيخ سلمان غادي يقول لها شوفي خليك بعيده على العائله باش ما يوقعوش شي مشاكل. غادي يقول لها شوفي غادي نولي كنبات معاك انت ليله ونبات مع مرتي الاخرى ليله، والمساواه بيناتكم، الفلوس اللي كنعطيها هي غنعطيها لك انت. فهاد الوقيته سلمان ما كانش عرف عيشه على مرته الاولى، واخا كانت انا مرته الاولى كتجي من العائله وقريبه ليه بزاف. قال لها شوفي ما عندك ما ديري بمرتي وما عندك ما ديري بالعائله تاعي، لا تعرفش عليهم غادي يبداو المشاكل، خليك بوحدك، اللي بغيتيها نجيبها لك. غدوز معاه تقريبا واحد المده تاع 6 شهور، كان كيجي عندها نهاريا نهار لا المساواه، كيعطيها الفلوس هي وكيصيفط لامها الفلوس، اي حاجه خاصها كيشريها ليها. السيده كتخرج معاه كيدور، يعني وعايشه في واحد الحي اللي زوين. ومن بعد 6 شهور تقريبا على هادشي عيشه واحد النهار تلقى راسها باللي مريضه كتقيه، يعني الحاله تاعها ماشي هاجي، كتمشي عند الطبيب، وهنا باش غادي يفاجئهم، غادي يقول لهم باللي راه السيده راه حامله. سلمان مع سمع هادشي غادي يطير بالفرحه، ديك الساعه غادي يبدل الراي تاعو في كل شيء، وغادي يقول لها شوفي انا غادي نعرفك على العائله تاعي وغادي نعرفك على حتى مرتي الاولى. داكشي اللي غادي يوقع غادي تجي عند العائله تاعو عند مو وخواتاتو، وهنا فاش غادي تفاجئ غتلقى باللي مرته الاولى عايشه مع مو، يعني عايشه مع العائله تاعو. واخا هكاك
كاملين استقبلوها واحد الاستقبال اللي كان زوين، داروا لها حفله وكبروا بها ورحبوا بها وتهلاو فيها. ومن غير هذا الشيء من هاد اللحظه هادي غادي يوليو ديما كيجيو عندها، كيطلعوا عليها، كيشوفوا الحاله تاعها واش عندها شي مشكل، زعما الصحه تاعها مزيانه، كيجيبوا ليها الحلوى، داكشي كاع اللي خاصها، يعني كانوا مهلين فيها. وبطبيعه الحال عيشه ما كانش متوقعه هادشي منهم، ما كانش متوقعه بان غيتعاملوا معاه بهذه الطريقه الزوينه. هاد الوقيته كامله فاش كانت عيشه حامله كانت تقريبا كل نهار كتلاقى مع العائله تاع سلمان، تتلاقى مع مو وخواتاتو ومع حتى خوتو، عرفات كاع العائله تاعو كامله، عرفاتو فين ساكنين، اش كيديروا في حياتهم، وتقربات منهم كثر. والحاجه اللي زايده على هذا الشيء هي انها تقربات حتى من مرته الاولى، وعرفات بان مرته الاولى ساكنه مع العائله تاعو، يعني مرته الاولى متقربه منهم بزاف وصعيبه ان تولي بحالها. فاش عيشه كانت قربت تولد تقريبا كان باقي ليها شي 20 يوم، غدوي هنا مع راجلها وغتقول ليه باللي ضروري بنت اختي استعجيه تجي عندي تريح معايا توقيتها بما نولد توقف معايا ومن بعد تمشي في حالها. داكشي اللي غادي دير الشيخ سلمان غادي يتكلف بكاع هاد الامور، غادي يقاد لاختها الفيزا وغادي يقطع عليها البيه تاع الطياره المشي والرجع. غادي دوز ديك الوقيته وعيشه غادي تولد طبيعي، يعني ما كاين حتى شي مشكل، وغادي تولد واحد الوليد وغادي يسميوه سلطان. العائله تاع الشيخ سلمان غادي يديروا واحد الحفله اللي كانت كبيره، كلشي كان فرحان الا امراه وحده اللي ما كانتش فرحانه، هي مرته الاولى. الحفله اللي داروا كانت كبيره بزاف وسلمان كان فرحان بزاف حيت اخيرا ولا عنده وليد. غادي دوز هاد الوقيته تاع الولاده، اختها السعديه غترجع في حالها للمغرب، ولكن هنا بالضبط فاش غادي يبداو عند عيشه المشاكل. بالضبط فاش ولدا غادي يولي عنده 6 شهور. واحد النهار راجلها سلمان غادي يمشي للفيلا، غادي يدوي معاها وغادي يقول لها شوفي راه الوالده وخواتاتي وحتى مرتي الاولى اتفقوا بيناتهم باش 3 المرات في السيمانه تعاود تعطيهم الوليد، غادي يبقى عندهم واحد الساعتين 3 السوايع ورجعوا لك. عيشه هنايا غادي يطلع ليها الدم، غتقول ليه لا لاش بغاو الوليد بوحدو، الا بغاو الوليد امشي انا وياه، انا ولدي هذا ضروري ما نمشي معاه، نمشيو بجوج عندهم نريحوا حتى النهار كامل وما كاينش المشكل، وفي العشيه نرجعوا. ولكن الشيخ سلمان غادي يقول لها لا، غادي يقول لها بلي اتفقوا بلي بغاو الوليد بوحدو، انت ما بغاوكش تجي عندهم. الشيخ سلمان غادي يمشي في حاله وغادي يخلي عيشه غير كتفكر ودايخه في الافكار تاعها، كتقول علاش بغاو ولدي، اش بغاو يديروا به، واش بغاو اجيوه اولا بغاو يديوه ليا. ديك الساعه غدور لما وغتجبد معاها هذا الموضوع وغتقول لها باللي جا عندي الشيخ سلمان وقال لي باللي راه العائله تاعو مو وخواتاتو وحتى مرته الاولى بغاو الولد، وقال لي باللي بغاو الولد بوحدو. قلت ليه انا بغيت نمشي انا وولدي عندهم، قال لي لا، قال لي باللي بغاو الولد بوحدو غادي يبقى معاهم واحد 4 السوايع ولا 5 السوايع كاع وغادي نرجعوا لك. ما قالت ليها شوفي هذا الشيء راه عادي وكيوقع، قالت ليها يقدر باللي هما شافوك باللي كتعبي معاه بزاف، كتعياي معاه، داكشي علاش بغاو يخليوك ترتاحي شويه منه، غادي يخليوك واحد 4 السوايع 5 السوايع تفكي منه وتستريحي شويه ولا غادي يرجعوا لك. هذا الشيء راه عادي وداروا على المصلحه تاعك نتيا. داكشي اللي غادي يوقع، عيشه غتولي كتخلي ولدها العائله تاع سلمان، كيجي عندها بالطوموبيل كتعطيه الولد، كيمشي تقريبا واحد 4 5 السوايع من بعد كيرجعوا ليها. غدوز الايام وغادي يبداو غاديين وكيعطلوا عليها، غاديين وكيعطلوا يعني باش ولاو كيديو مابقوش كيديو 5 ولا 4 السوايع، كيديو بعض المرات 12 ساعه ما كيرجعوا عليها حتى الليل. زيد على هادشي ما بقاو لا كيدويو معاها لا كيدوروا ليها لا كيجيو عندها، ما بقاوش كاع كيديوها فيها بحال هي ما كايناش من العائله. الحاجه الوحيده اللي بغاو هي غير ولدها. هنا باش غادي يبداو المشاكل ما بين عيشه وراجلها، ما بقاوش كيتفاهموا. زيد على هادشي ما بقاش كيبات معاها بزاف ولا كيبات معاها مره او جوج المرات في السيمانه، يعني غالبيه تاع الايام كيدوزوا مع مرته الاولى. في هاد الوقيته الشيخ سلمان غير المعامله تاعو مع عيشه، في الاول كان كيجي لها خطره كيتعامل معاها بلطف بحنان، دابا لا، دابا تيقول لها اما غديري هادشي اللي كنقول لك او لا غادي نطلقك. بطبيعه الحال عيشه ما كانش عندها شي حل اخر الا تسمع ليه، حيت جالسه في واحد البلاد اللي غريبه عليها، ما عندها حتى شي واحد من العائله اللي وقف معها. زيد على هادشي راجلها سلمان هو اللي كان كيصرف على امها وعلى خوتها. بطبيعه الحال في هاد الوقيته اي حاجه قال لها راجلها كتديرها، ديري هادي كتديرها، ما ديريش هادي ما تديرهاش. غادي دوز الايام وبالضبط فاش ولدها سلطان غادي يوصل لعام وشهرين، هنا راجلها غادي يقول لها شوفي بيتك تحيدي لي داك الدواء تاع مانع الحمل وتولدي لي وليد اخر. داكشي اللي غادي يوقع، عيشه غتسمع عليه الهضره تاعو، غتحيد داك الدواء اللي كانت كتشرب وغتحاول انها تعاود تحمل. غادي دوز تقريبا واحد العام على هادشي. عيشه في هاد الوقيته باقي ما حملات، وبطبيعه الحال راجلها سلمان بدا كيطلع ليه الدم، بدا ديما كيسولها على المشكل اللي عندها علاش ما حملاش. وبطبيعه الحال التصرفات تاعو في هاد الوقيته كانوا تبدلوا بزاف، وهي كانت عرفات الحقيقه، عرفات بان راجلها
سلمان كان باغيها على قبل باش تولد ليه الولاد. الفيلا فين كانت ساكنه عيشه كما قلت لكم باللي كانوا فيها جوج الخدامات. هاد الخدامات كانوا كيريحوا معاها في الدار كيونسوها وفي نفس الوقت كيقابلوها، وكان حتى واحد الشيفور اللي مره كيجي عندها. هاد الشيفور كان هندي، الجنسيه تاعو هنديه، وكانت عيشه وقت ما تمشي شي بلاصه هاد الشيفور كيجي عندها حتى الباب تاع الفيلا وكيديها وعاوتاني كيرجعها. الخدامات الجوج اللي عندها في الفيلا عمرهم ما مشاو شي بلاصه، ديما معاها ديما مقابلينها كيتيبوا ليها وتيقابلوا حتى الولد. حتى واحد النهار غتوقع واحد الحاجه اللي غريبه مع الصباح مع جواتك العشره غادي يصون التليفون تاع عيشه. شكون اللي في التليفون؟ غتلقى باللي خوت سلمان. هاد النمره جاتها غريبه تدور ليها حيت مده طويله هاتي ما دورات. هاد النمره اخر مره كانت دورات ليها هي باش ولدات ولدها. غادي تجاوب عيشه وغتقول لها كي دايره لاباس عليك بخير، حتى غتقول لها شوفي الخدامات الجوج اللي عندك هاد النهار بيتهم هاد الليله عندي واحد الحفله كبيره وبين وجد بزاف د الحوايج غتصيفطيهم ليا وراه غد ليه غادي نرجعهم لك. داكشي اللي غادي يوقع غادي تصيفط لهم عيشه دوك جوج الخدامات اللي عندها في الدار، وكانت كتسنى مع داك جواتك الخمسه ولا سته يدوروا ليها ويقولوا ليها جي للحفله. غادي تبقى كتسنى التليفون يدور ليها، وصلت 6 وصلت 7 وصلت 8 وحتى واحد ما دور ليها. هنا باش عرفات بان ما غيدوروش ليها وما غاديش يعرضوا عليها. الحفله اللي كانوا دايرين كانوا فيها كاع العائله تاع سلمان، كان فيها سلمان وكانت فيها امه واخواتاتو وخوتو وكانت فيها حتى مرته الاولى. بطبيعه الحال عيشه هنا بقى فيها الحال بزاف، بقات مده وهي كتفكر علاش ولاو كيتعاملوا معاها بحال هكا، اش بغاو منها بالضبط وعلاش كيتصرفوا معاها بهذه الطريقه. غتدخل الكوزينه غادي تصايب عشاها، غادي تصايب عشاء ولدها، غادي تطلع لفوق البيت، غادي تقاد البلاصه تاع ولدها فين كينعس وحتى هي بلاصتها، وتقريبا مع ديك جواتك ل11 غادي تنعس. كانت مخلوعه واحد شويه حيت كانت غير هي ولدها في الفيلا. الخدامات اللي كانوا كيونسوها ما كاينينش، غادي تسد البيت بالساقطه، غادي تنعس ولدها وغادي تنعس حتى هي. وتقريبا مع جويه ديك بجوج الليل غتبدا كتسمع شي تخرخيش كاين لتحت في الدار. شعلات الضو كتسمع بحال كاينه شي تخرقيف في الكوزينه، كتقول واش شكون هو دار كيقرقب، واش شي مشات دخلات شي طوبه اش واقع. ما قدراش تهبط وتشوف شكون اللي كيدير التقرقيب، حتى لواحد اللحظه غادي تصدم، غتسمع بحال شي واحد كيعيط ليها من التحت، عيشه فينك خرجي عندي. في هاد الوقيته عيشه اللحم تاع الدوش تخلعت بزاف وكتقول شكون هو هذا اللي كيعيط لي في هاد الوقيته. كانت عارفه بان هذاك الصوت صوت تاع الراجل. التعياط هذا ما غادي يحبس، غادي يبقى وفي الاخر غادي يبدا تيقول لها غير بتي عندي ما تخافيش. عيشه هنايا صافي غادي تزعم، غادي تحل الباب تاع البيت تاعها وغادي تتم نازله بحوايج تاع النعاس. مع هي نازله كتقلب شكون، كتقول شكون، حتى كتصدم كتلقى باللي راجلها داخل كيجري معصب وغادي يجي ديريكت للكوزينه. شكون اللي كيلقى في الكوزينه؟ كيلقى بلي داك الشيفور الهندي لابس غير الكارسون ما لابس والو من الفوق، وبدا تيضربو هو جاهل ومعصب وتيقول ليه اش كتجي ليا مع مرتي، اش واقع هنا عيشه غادي تصدم ما غتعرفش اش واقع. غادي تمشي عندهم كتجري تحاول انه تفرقهم. هنا فاش راجلها غادي تدفعها وغادي تتهمها بالخيانه، غادي يبدا كيسبها وغادي يقول لها باللي كتخونيني مع الشيفور. تعصب بزاف، كان معصب لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، وتقول لها باللي دابا غندور للبوليس. عيشه غتطيح للارض غتبدا كتبكي، غتبدا كتحلف ليه وغتقول ليه والله ما كنت عارفه شي حاجه. قالت ليه باللي انا كنت ناعسه انا وولدي الفوق، حتى كنسمع باللي شي واحد كيعيط ليا، انا تخلعت ما عرفتش شكون، هبط باش نشوف شكون اللي كيعيط. حتى كنلقاك انت داخل كتجري وغادي للكوزينه. غتبدا كتبكي وكتشرح ليه وغتقول ليه باللي انا ما كسحبنيش واش الشيفور كاين في الفيلا، ولكن راجلها هاد الهضره كامله ما غيتيقاش وغادي تتهمها بالخيانه. داك الشيفور الهندي ما كانوش عنده السوار تاع الفيلا، كان ساكن في واحد البارسما اللي كانت بعيده. يعني شكون اللي غادي يكون حليه من غير عيشه؟ راجلها سلمان كان معصب، والتصرف اللي دار بحال انهم تيق باللي هذا الشيء بصح وباللي هاد الخيانه صحيحه 100%. راجلها هو كيتهمها بالخيانه وتقول لها باللي غندور للبوليس، حتى لواحد اللحظه كيتفاجئوا كيلقاو باللي امه وخواتاتو جاو الفيلا حتى واحد ما دور لهم. كيفاش تعرفين باللي هاد الشيء واقع؟ غادي يمشيو ديريكت عند سلمان وغادي يبداو كيتنوا حيت السيد داخل في واحد الحاله هستيريه، كيضرب في داك الشيفور، ضربو حتى بدا تيخرج ليه الدم، وكان التصرف تاعو باللي متيق باللي هادي خيانه. فاش غادي يبدا كيهتنوا شويه غادي يبدا كيحلف بالله وغادي يقول باللي دابا غادي ندور للبوليس. غادي عاوتاني يبداو كيهتنوا وغادي يقول ليه شوف ما تدور للبوليس حتى شي حاجه، هاد الشيفور غادي نصيفطوه للهند في حاله وهي غتطلق منك وغتمشي في حالها للمغرب. هنا عيشه غتطيح للارض غتبدا كتبكي، كتحلف لهم كاع الطرق، كتقول لهم والله ما درت شي حاجه، غتبوس لهم يديهم غتبوس لهم رجليهم، ولكن ما غيتيقوهاش. غادي يقول لها شوفي اما غتطلقي من هاد السيد وتخلي لنا الولد اولا غندوروا للبوليس دابا. خوتي غادي ديروا بوز للفيديو وغتهبطوا للكومونتير
وغتقولوا لي في نظركم شكون اللي غادي يكون داير هاد الخطه هادي؟ واش سلمان او لا سلمان امه وخواتاتو او لا غي امه وخواتاتو؟ خليو لي الراي تاعكم من تحت في الكومنتير ويلا نكملوا القصه. هنا باش غادي يحطوها امام امر الواقع، غادي يقول لها شوفي يا بنت الناس، اما غادي تلقي من هذا السيد وعمرك ما باقي تجي تشوفي ولدك وتمشي في حالك للمغرب، او لا غتمشي للحبس وغدوزي واحد 15 عام في الحبس، حيت الخيانه في السعوديه كتعتبر واحد الجريمه اللي كبيره. عيشه انا ما غتقول لهم ولا بغيت لا هادي لا هادي، غتبقى غير ساكته. هما ديك الساعه غادي يطلعوا غادي يحيدوا الولد غادي يديوه، غتبدا كتغوت وكتبكي، ولكن ما غترحموهاش، ما غاديش يعقلوا عليها، غادي يزدوا عليها في الفيلا. وبطبيعه الحال ديك الليله عيشه ما نعساش، ما جافش النعاس، بقات تتفكر وكتقول واش هما دايرين ليا خطه؟ شكون اللي غادي يكون داير ليا هاد الخطه؟ شافت بلي التصرف تاع راجلها التصرف اللي دار كيبان بانه حقيقي، وكيبان بلي ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء، حيت التصرف اللي دار كيبان بانه نيت متيق بلي هاد الخيانه كاينه. وهنا باش عرفات بان خواتاتو وقدر بلي تموا معاهم في هذا الشيء. عيشه غتمشي تسول على راسها، وفي الاخر غتعرف باللي الخيانه في السعوديه، الخيانه الزوجيه العقوبه تاعها اكثر من 10 سنين، يعني لا فته بغات تمشي للحبس غدوز مده طويله. هنا باش قررت انها تطلق منه وتمشي للمغرب. ولكن قبل ما تاخذ هذا القرار هذا غتحاول انها تدور رجلها سلمان وتشرح ليه داكشي كامل اللي وقع، تشرح ليه بلي داكشي راه ماشي بصح وبلي راه دايرين غير خطه. ولكن راجلها ما غيسمعش ليها، ما غيبقاش كيدوي معاها نهائيا، وغادي يبدا كيسبها. سلمان ما غادي يعطيها حتى شي فرصه ضئيله ما عطاها، غادي يطلقها وغادي يقول لها شوفي غتجمعي حوايجك وما غادي حتى شي حاجه اخرى، الذهب اللي شريت لك اي حاجه شريت لك ما غاتجيهاش من غير الحوايج تاعك انت، حيد ليها الذهب حيد ليها الفلوس، كاع داكشي الغالي اللي شراه ليها ما غاديش معاها، وصيفطها تمشي في حالها. ساعات قليله قبل ما عيشه تخرج من الفيلا وتشد الطريق تاعها للمطار وترجع في حالها للمغرب، غتفاجئ غتلقى باللي خوت سلمان جات عندها للفيلا، جات عندها بدات كدوي معاها وقالت لها شوفي انا عارفه كاع داكشي اللي وقع، عارفه بلي دايرين لك خطه. غادي تقول لها شوفي هادشي اللي وقع لك انا ما عندي به حتى شي علاقه، وحتى سلمان ما عرف والو، ما عرفش داكشي اللي دارو، ودابا راه مشى الحال، واخا تحاولي ان تشرحي ليه ما غيتيخكش، وحتى ولدك سلطان ما عمرك ما غادي تشوفيه. الحل الوحيد اللي عندك هو تنسيهم. قالت لها شوفي عرفتي هاد الميكاش فيها الذهب تاعك، وانا عطيتك الفلوس من عندي باش نعاونك. عيشه غترجع في حالها للمغرب، غترجع عاوتاني للزيرو، غترجع للدار اللي كانت ساكنه فيها في الاول، الدار اللي صغيره ما فايتاش 50 متر، اللي عايشه هي وخوتها وخواتاتها في بيت واحد. طبيعه الحال عيشه هنا غتدخل في واحد الحاله اكتئاب اللي كانت طويله بزاف، ما غتقدرش تنسى ولدها وما غتقدرش تنسى داكشي اللي وقع لها، كيفاش ان راجلها ما عرفش الحقيقه، وكيفاش بانها دمرات ورجعت عاوتاني لنقطه الصفر. زيد على هادشي ما قدرش انها تحمل البلاصه فين عايشه فيها مع خوتها، هي كتمولفه انها تعيش في فيلا كاينه الجرده كاينه بزاف د الحوايج، كتشوف بلي هي وخوتها وخواتاتها مجموعين في بيت صغير. عيشه كان صعيب عليها انها تخرج من هذا الاكتئاب وتتاقلم عاوتاني مع الحياه الجديده، ما كانش كتعامل معها مزيان، كتبدا كتسبها وكتلومها على داكشي اللي وقع لها، وكتقول لها انت اللي منك السبب. من بعد تقريبا واحد العام على هذا الشيء غتقدر انها تتاقلم مع الحياه عاوتاني، ولكن ما غتقدرش تنسى ولدها. غتبدا كدوي مع امها وغتقول لها شوفي ضروري خاصنا نديروا شي مشروع اللي يدخلنا الفلوس ونقدروا اننا نطلقوا هاد الدار هادي ونكريو شي دار اخرى، شي دار اللي احسن من هادي. ولكن ما كان فيها هذاك المرض تاع التقريم، كان جامع الفلوس، حيت كانت عيشه ديما كتصيفط لها الفلوس سنين وهي كتصيفط لها الفلوس، جمع فلوس كثيره، ولكن ما بغاش توقف معها وتعاونها باش دير مشروع. الذهب اللي كانت عطاتها هذيك السيده غتحاول انها تبيعه وتجمع شي فلوس اخرين، تحاول انها تخدم وتجمع شي فلوس اخرين وتمشي تكري واحد المحل وتبدا كتبيع فيه المسمن. هذا الحانوت هذا غتخدم فيه هي واختها السعديه، غادي يبداو كيبيعوا المسمن وغادي يبداو بشويه كيتشهروا وغادي يولوا عندهم كليان كثار. من بعد واحد المده على هذا الشيء غادي يقدروا انهم يخرجوا من ديك البارتما يطلقوها ويكريو واحد البارتما اخرى اللي كانت في واحد الحي زوين وكانت كبيره شويه. غادي تدوز واحد المده تقريبا تاع 7 سنين باش رجعت للمغرب على العمر تاع 35 عام. عيشه غتعاود غتزوج بواحد السيد اللي بسيط عايش واحد الخدمه على قد الحال، غادي تزوج به وغادي تولد معاه بزاف تاع الوليدات. وكاين حتى هاد الوقيته هادي عيشه ما قدرش تنسى ولدها الاول سلطان. خوتي خواتاتي انا مأكد بلي اي واحد وصل حتى لهنايا غادي يكون استمتع بزاف هاد القصه الحقيقيه، وغادي يكون خاد بزاف تاع العبر في الحياه. اللي كيعجبو اخوتي هاد النوع تاع المحتوى يشترك في القناه، وبطبيعه الحال خليو لنا لايك والكومونتير تاعكم. لايك والكومونتير بالنسبه لكم ما عندهم حتى شي قيمه، ولكن بالنسبه لنا حنايا عندهم قيمه بزاف، حيت هما اللي غادي يخليو القناه تاعنا تكبر وتوصل بزاف تاع الناس. تحياتي لكم اخوتي.